انا لو عملت كارمن اعملها احسن منه. ولا انتوا كده الفنانين على طول بتغيروا من بعض. طب اوريك اعملها ازاي، ولو عجبتك اكل شعري بحاله ببلاش. اشوفه بعدين اقرر. طب غمضي عينيكي ثانيه وتخيلي ان انت في اشهر حته في القاهره، ام الدنيا. نرجع لفيلمنا اللي هو اسكندريه نيويورك. اعظم الاستعراضات اللي اتقدمت من وجهه نظري في هذا الفيلم، ويمكن تكون اعظمها في تاريخ يوسف شاهين على الاطلاق من وجهه نظري، هو استعراض كارمن اللي عمله احمد يحيى. هنا بقى حته تراثيه، حته الذاتيه اللي بكلمك فيها. هو راح لسعاد نصر الله يرحمها، كانت الضيفه وكان بتبيع همبرجر في الشارع، وهو طبعا بالنسبه له حلم انه ياكل همبرجر. فطب انا هعمل لك كارمن بعد ما اتطردت من استوديوهات هوليوود عشان اوريكي وبتاع. بنخش في عالم فانتازي تماما، وتلاقي بقى حامد حمدان الرائع الله يرحمه مهندس الديكور بتاع الفيلم بيعيشنا في الثقافه المصريه قوي، كما لو كان احمد يحيى اللي هو يوسف شاهين جاب تراث مصر حطه وعمل بيها كارمن. انا مش هعمل كارمن بتاعتكم، هعمل كارمن بتاعتي يعني. اتفرجي على الجنود بقى الاجانب وهم داخلين في وسط التراث المصري ده. اتفرجي على ديكور حامد حمدان اللي واخده من الاسلامي والشعب الاسلامي والقبطي، واخد روح مصر عاملها، ومش عاملها برضه بشكل الحاره الشعبيه الواقعيه، عاملها برضه مسرح، عاملها اوبرا، عاملها العظمه الفنيه بتاعتها. هو الفيلم كله كان اعتقد من وجهه نظري كانت شهاده الطلاق ما بين يوسف شاهين وامريكا. بعد حرب العراق وبعد الغزو الامريكي كان يوسف شاهين بيحاول يقتلع اخر جذور حبه لامريكا. اسكي يا كارمن. ها عجبتك الحدوته؟ ابعد عني يا مجرم، ما كفكش قتلت كارمن؟ انا ماليش دعوه بيك ولا بحدوتك. كدابه وغشاشه، والاستعراض كان عاجبك وكان باين في عينيك.